تعالوا وياي اليوم اسوي لكم فلوق عن عملي. طبعا تعرفوني انا اشتغل بالسيراميك. بالبدايه هنا اول شيء نفتح الباب والشغل مالتنا نروح له بالستوته. طلعنا هنا بالستوته مالتنا، طبعا طريقنا ترابي. وصلنا لهذا المكان اهل كربلاء الاغلبيه يعرفونه، اذا تعرفونه اكتبوا لنا بالتعليقات. طبعا هنا وصلنا للشغل واول شيء شعلنا نار لان جينا بالستوته والجو كلش بارد. ورا ما كملنا صعدنا للشغل مالتنا بالطابق الثاني، وهذا المخلوق ايش وقت ما طلع القاه قدامي خبلني. ورا ما سولفت وياه شويه رحنا وبلشنا بالشغل مالتنا. ارضيات بورسلين 80 ب 80، والارضيات دائما انا اعاني منها اذا كانت 80 ب 80 مؤلمه للظهر. المهم اتمنى تخلونا لايك وكملوا الفلوق للنهايه ان شاء الله يعجبكم. وهنا وصل وقت الغداء، صارت الساعه ب 12 وجبنا غدا وانجمعنا كلنا. طبعا احنا جروبين صايرين، جروب بالطابق الارضي يشتغل وجروب بالطابق الفوق يشتغل. بس بالغداء اكيد راح ننجمع سويه. هنا ورا ما كملنا غدا رحت سويت لهم شاي. طبعا الشاي مالتنا على الكهرباء، دائما نجيب ويانا غلايه للشغل لان بالشتاء اهم شيء شنو؟ الشاي. وهنا صبيت لهم شاي، عندنا 5 يشربون ووراهم 5، وهنا اكيد اول واحد انا راح اشرب. وهنا بعد ما كملنا طبعا صارت الساعه ب3 راح ننظف الشغل مالتنا. اهم شيء التنظيف. هنا نظفت الشغل وجمعت الغراض خليتهن على صفحه، وراح نكنس الارضيه. طبعا هاي الارضيه على مود باكر راح نجي نشتغل نلقاها نظيفه. جمعت الغراض والكراكه نظفناهن. وهذا العمل مالتنا مثل ما تشوفون قدامكم بورسلين 80 ب 80. اتمنى منكم تخلونا لايك، واللي عنده اي استفسار او ملاحظه يكتب لنا بالتعليقات. بس اهم شيء تخلونا لايك. وتحياتي لكم، اخوكم احمد آل بدير. وهنا وصلنا لنهايه الفيديو وتحياتي لكم.